بالنسبة للعلوش الإسباني كان مقرر أنه يزودوا به المناطق الغير منتجة فقط، ونظرا للطلبات المتزايدة للمواطنين في ولاية مدنين معناها قررنا باش نزودوا الجهة بكمية معناها من الخرفان هذه الموردة من إسبانيا. مبدئيا معناها جبنا 100 راس، حبينا نشوفوا الإقبال، يبدو الإقبال معناها مهم جدا. ان شاء الله سيتم تدعيمها معناها بعد ما يكمل اليوم، نشوفوا عمليه البيع، واذا كان مازال ثم اقبال وثم طلبات اضافيه ان شاء الله باش يتم تدعيمها بكميات اخرى. بالنسبه للاسعار اللي باش نعتمدوها اليوم هي باش تكون 8 دينارات و900 المعمول بها يعني بالنسبه لشركه اللحوم 8 دينار و900 الكيلوغرام. بالنسبه لولايه مدين سيتم توظيف 10 دينارات على كل راس، معلوم النقل من العاصمه الى ولايه مدين. سيد المندوب، إذا كانت قارن اليوم علالش إسبانيا بعلالش رومانيا نلاحظوا أنه فرق غالي، فما فرق كبير في ناحية الإقبال بين السنة الفارطة والسنة الحالية. بالنسبة للعلوش هذا يبدو أنه معناها المواطنين يقبلوا عليه أكثر من العلوش الروماني، لأنه يشبه برشا للعلوش متاعنا، إضافة إلى أنه يعني ذو جودة عالية، هذاك علاش نحسوا بالإقبال كبير ياسر من المواطنين. علاش وجود بطاقة تعريف ضرورية وفما شكون يراقب في شكون معناها باش يشري؟ ما فماش دي نورم معينة شكون يشري معناها اللي لاباس عليه ممكن يضطر ياخذ علوش تونس، واللي ظروف معناها على قدها يولي تعطوه علالش اسبانيا، فماش الحكاية هذه؟ هو العلوش معناها كما قلت لك مسعر معناها ب 8 دينار و900. الغرض من الجلب نتاعو هو تعديل الأسعار. بالنسبة لنا احنا طريقة التوزيع تتم عن طريق بطاقة التعريف الوطنية، بطبيعة الحال اللي جا الأول هو اللي ياخذ بطاقة التعريف معناها هو الأول بالأول، وهكذا إلى أن تنتهي معناها الكمية. ما عندناش أولويات وما عندناش معناها تخيير. الحاجة الوحيدة هو أنه كل شخص عنده الحق في خروف واحد، ونأكدوا أنه هو ما يكونش من الدخلاء ولا من القشارة اللي ربما باش يعاودوا يبيعوا ويعرضوا في الأسواق من بعد. أكيد تعرفوهم شكون هم الدخلاء. احنا توا بطاقة تعريف معناها نقراوها نشوفوا الشخص شكون، كان موظف ولا معناها عامل او اي شيء. وبالنسبة للدخلاء عادة لان احنا اولاد سوق وديما الاولاد نتاعنا العوان نتاعنا يتجولوا في الاسواق عادة يعرفوهم القشار. سيد المندوب، سؤال اخير، ربما الاتحاد في وقت ما صرح انه يرفض تماما وجود معناها العلالش هذه في مدنين بحكم اللي هي مدينه ولايه منشئه، وايضا ممكن يكثر على الفلاحه في الاسواق، اللي الفلاح توا معناها ديما ينادي في استغاثه يقول راهو الاسعار يعني هو خاسر في الاخير. هي معادله معناها صعبه، المواطن يتشكى يقول الاسعار غالي والفلاح يقول انا ماليش خالص. واحنا اهم حاجه انه لاحظنا ان العرض السنه ماهوش بالوفره المستانس معناها يكون موجود بها في مدنين، ولذلك كما قلت لك العرض هذا لدعم العرض الموجود، ولربما للمساهمه في تخفيف الاسعار، وهذا ما كما قلت لك ماهيش كميات الا ممكن باش تضر بالفلاح. اما تفاهم مع الاتحاد الفلاحي؟ هو مبدئيا يعني تم معناها من كل شيء تم بعد جلسات على المستوى الوطني مع اتحاد الفلاحين ومع كل جميع الاطراف المعنيه. شكرا سيد المندوب.